النهارده كان التحديث والمفروض انزل اي حاجه لها علاقه بالتحديث، بس التحديث حرفيا كان فاضي، ما كانش فيه اي حاجه. الحاجه الوحيده اللي انا لاحظتها ان هم عملوا قائمه في اللعيبه زي الايفون. طبعا بقى حصل تغيير طبعا في اللعيب بتاع الجي بي وحاجات كتيره كده، بس مالناش علاقه بيها دلوقتي. فقلت اجرب برنامج زيادة الحظ. انا مش مقتنع باي حاجه من الحاجات ديت ان هو بيزيد حظ ولا لا، كل حاجه لها علاقه بحظك انت. مفيش حاجه اسمها زيادة حظ ولا يجي لك لاعب ايبك من البرنامج، هي كله بيعتمد على الحظ. فقلت اخش اجرب اشوف الكلام ده صح ولا لا. فجبت لكم البرنامج النهارده، وان شاء الله احط لكم برضك في الوصف اللي عايز يجربه. بس شوف الاول الفيديو وكمل، لو جالي حاجه جرب، ما جاليش حاجه عايز تجرب جرب، رابطه في الوصف او في التعليق. بس قبل ما ابدا حط لايك، ناس كتير قوي بيتفرجوا على الفيديو وما بيحطوش لايك. حط لايك للفيديو واشترك في القناه وانت جديد معانا، ويلا بينا نخش في الفيديو. ده البرنامج الناس كتير بيستخدموه، في برامج تانية كتيرة بيعملوا على سيرفرات معينة، بس دي احسن برنامج انا شايفه ليهم. ناس كتير قوي شرحت عنه وناس كتير قوي بيتكلموا عنه، وفي برامج تانية برضو لو انت عايز تجربها، بس البرنامج دي الاكترية بيستخدموه. فنشغل البرنامج ده على سيرفر معين. اول حاجة بس نخلي كده برنامج يشوف السيرفر، اسرع سيرفر عندنا ايه، ومفروض ان احنا نشتغل على السيرفر ده. بس احنا نغير السيرفر وهنشتغل على سيرفر تاني غير اللي هو جايبه لنا. ما انت شايف كده جايب لنا امريكا المتحدة، المفروض نخش كده ونخلي السيرفر هولندا. برنامج سيرفرات كتير قوي، كفي بي ان تطبيق جامد قوي، في كميه سيرفرات حلوه قوي. بس السيرفر احنا هنستخدمه والناس بيتكلموا عنه هو هولندا. هستخدم امستردام اللي هو العادي، ونعمل اتصال والبرنامج كده يحمل اعلان عادي، وكده البرنامج اشتغل وجاب لنا عداد تحت اهو. بمعنى كده البرنامج شغال معانا وكل حاجه تمام لحد الان، كل حاجه شغاله، والبرنامج هتلاقيه تحت في الوصف. لو انت عايز تجرب تفتح اللعبه لازم ترستر اللعبه، رستر اللعبه ونفتح اللعبه، ولسه في المفروض نعمل اعدادات من جوه اللعبه عشان الحظ يزيد. المفروض نخش على الجرافيك ونعمل اعدادات على اقل حاجه 15 فريم لوست، ونخش نغير اللغه نخليها عربي، عشان اللغه العربيه طبعا في اللعبه مش اكتر سلاسه. الانجليزي طبعا سلس قوي، العربي بتحس كده ان في تهنيجه في اللعبه. لو انت برضك عامل 60 فريم بتلاقي في تهنيج برضك شويه في اللعبه، فتخليها عربي ونخش كده. فاحنا بقى استغلت ايه ان في فتحه مجانيه، او في فتحه مجانيه على باكج نجوم الاسبوع، وهجرب افتح بيمين كوين اشوف هفتح بيمين كوين ولا لا. باكج نجوم الاسبوع باكج مش اقوى حاجه بس حلو. في دوكو، انا عايز دوكو يا اما كيميتش، دوكو يا كيميتش، هما الاتنين عايز اجربهم. او دوكو الصراحه انا عايز دوكو او بلمر، حابب بلمر كمان معايا مش مشكله. نفتح بس كده ونشوف هنعمل ايه. المفروض اصلا في بي ان يعلق النت شويه، النت طبعا بيعلق دي صح كده، كده معنى كده في بي ان شغال بينور من جوه اهو، وفي العاب ناريه كده طالعه. هل هيجي لاعب كيميتش ولا مين؟ دوري ايه ده؟ ده اللعب 4 نجوم صح؟ هو اللعب 4 نجوم، هو الاربع نجوم السي بي ال4 نجوم. تمام، ادي اول حاجه الفتحه مجانيه مش شغاله. ممكن محتاجه كوين، ممكن تفتح بكوين عشان الحظ يزيد. نفتح بقى فتحه بتاع روماريو. ناس كتير قوي كده روماريو والله فتحه مجانيه. انا ده حظ زفت ابيض 4 نجوم برضك. انا حظ دايما زفت اصلا 4 نجوم، ولا برنامج ولا غير برنامج ولا اي حاجه شغاله. هفتح بيهم كوين ولا لا انا ما اعرفش الصراحه. افتح على الباقي نجوم اسبوع، ولا افتح على ايبك، ولا اعمل ايه؟ انا نجوم اسبوع مش محتاج، ممكن افتح على شو تايم لسه نازل النهارده، لسه نازل النهارده، فالحظ تلاقيه مش هتلاقي اقوى حاجه عليه. تمام كده انا قررت افتح على الايبك، باكج الايبك 100 كوين بكوين اهو. 100 كوين على الفاضي، 100 كوين على الفاضي، لاعب ابيض، برنامج شغال وكل حاجه شغاله، و100 كوين على الفاضي، لاعب ابيض و3 نجوم كمان. يعني ولا فيش حاجه اسمها اصلا ولا برنامج زيد حظ، كله معتمد على حظك. مفيش حاجه اسمها برنامج زيد الحظ. لو انت مش مصدقني عندك برنامج في الوصف، اللي عايز تجرب براحتك. انت لو عايز تجرب جرب براحتك، البرنامج هتلاقيه عندك في الوصف. وبس كده، خد كان الفيديو، متنساش لايك شير الفيديو، تشوف القناه، فعل زر الجرس، ورابط جروب التليجرام تحت في الوصف لو عايز تنضم في الجروب. بنزل هناك اي حاجه لها علاقه ببيس، هنزل كل حاجه هناك. وبس كده، اشوفكم فيديو جاي بصحه وسلامه، سلام.